بعد اذنك يا كابتن، بعد اذنك يا كابتن، وسع يا كابتن، وسع. دموع وحزن وألم وانفعالات وخناقات ومهازل الصحفيين في عزا سليمان عيد، دموع النجوم وانهيار مفاجئ في عزا سليمان عيد وحضور تقيل وتفاصيل حزينة كشفها ابنه وازاي والده سليمان عيد توفى في 8 دقايق. في مشهد كله حزن وتأثر اتجمع نجوم الفن في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عشان يودعوا الفنان الطيب خفيف الدم سليمان عيد، واللي وفاته المفاجأة كسرت قلوب كتير من جمهوره وزمايله، واللي توفى عن عمر يناهز 64 سنة. الأنظار كلها كانت على ليلى علوي اللي ظهرت متأثرة جدا ودموعها ما كانتش بعيدة هي ويسرى، وكمان ميمي جمال ما قدرتش تخبي حزنها على فراق زميل مشوار طويل. أما الفنان أحمد السقا فكان في حالة صمت تام هو وصلاح عبد الله، وظهرت عليهم علامات الذهول. لكن محمد عبد الرحمن توتة كان بيواسي الحضور في لحظة كلها وجع، وابنه كان تايه وكأنه بيدور على أبوه. المفاجأة كانت في الحضور الكبير جدا من النجوم، واللي كان أبرزهم أحمد آدم وأمير كرارة وصابرين وحسن الرداد ومي عمر ومحمد سامي وهشام ماجد. حتى إسعاد يونس وخالد يوسف اللي حضروا العزا رغم ارتباطاتهم أكدوا على حبهم للراحل وجم العزا. علاء مرسي وحمد المرغني وفتوح كانوا في وش العزا بيستقبلوا المعزين بنفسهم في مشهد مؤثر جدا. أما عن وفاة الراحل في 8 دقايق، سليمان عيد كان بيفطر يوم الخميس عند أسقس لأنه كان صايم اليوم ده، ولما رجع البيت حس بوجع في قلبه شديد واتصل بابنه بسرعة عشان يطلب له الإسعاف، ولكن لما عربية الإسعاف وصلت كان توفى. التوقيت بين المكالمة وبين وصول عربية الإسعاف كان 8 دقايق بس. وفاة سليمان عيد جت فجأة لكنه رحل بكل هدوء وساب وراه وجع كبير وضحكة عمرها ما هتتكرر. يا ريت كلنا ندعيله بالرحمة والمغفرة.